بداية الفيديو النهاردة حلوة قوي. هعمل لكم بقى بداية بهدية على مزاجي. هدية جاتلي، مش عايزة اقول لكم فرحة قلبي بالهدية دي كانت عاملة ازاي، على قد بساطتها وعلى قد انها حاجة قديمة، يعني من الفلكلور القديم بتاعنا. بس اسعدتني لدرجة ان انا قلت لجوزي انا بدأت احقق حلم من احلامي. قال لي يعني هو الراديو ده حلم؟ كان حلم من احلامك؟ جابوهولي، وبصراحة بقى عملت القهوة بتاعتي وقاعدة كده دافية حلوة مع الموزة اللي لقيتها توأم دي، سبحان الله، واستفنداية كده. وقعدت بقى ايه، فتحت الراديو وشغلته على إذاعة القرآن الكريم، وكانت أحلى استباحة. أهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد. النهاردة بقى أنا ليا مزاج كده إن أنا أعمل لحمة بكوسة، وأعمل لحمة في صينية بطاطس. لحمة بكوسة ولحمة في صينية بطاطس، طب إزاي؟ النهاردة إن شاء الله هعمل لحمة بكوسة دي هشيلها ليوم تاني، ولحمة في صينية بطاطس دي هناكلها النهاردة. طب ليه بقى؟ لأن البطاطس ما بتتفرزش. يعني لو انت طبختي بطاطس، عملتي صينية بطاطس، ما بتعرفيش تفرزيها، فدي هتتاكل وقتي دلوقتي. انما الكوسة ممكن تتفرز عادي بعد ما تتطبخ. فالنهاردة اجازة، فهطبخ الكوسة وهطبخ البطاطس. كل سنة وانتم طيبين وجمعة مباركة عليكم يا رب. تمام. فطلعت بقى الكوسة علشان اقشرها. دول كيلو ونص، هقشرهم واعملهم لان احنا بنحب الكوسة. جبت كمان البطاطس دي. البطاطس دي يا جماعة اسمها اسطمبة او سبونطة، معرفش اسمها ايه، بس بيقولوا عليها كده، اللي هي بتبقى طويلة وحلوة كده. دي بيقولوا حلوة جدا في التحمير، كويسة قوي في التحمير. فانا جايباها النهاردة بقى هعمل فطار حلو، فهقشر شوية بطاطس نعملهم للفطار، وهقشر كمان شوية احطهم في صينية حلقات كده علشان نعملهم للغدا. طبعا يا جماعة اختيار البطاطس، ما تجيبيش الخضرة، تمام، اللي فيها حتة خضرة. ما تجيبيش اللي فيها حتة طرية. لازم تبقى البطاطاية ماسكة نفسها كده، يعني ليها صوت كده اللي هو وانت بتقشريها، ان هي ماسكة نفسها شديدة. اقشرها بقى واعملها كده ايه، صوابع كده، وانقعها في ميه واسيبها. اللي عايز يحمر بقى الصبح، اللي عايز يحمر بالليل، طبعا اعملها على الفطار. وهسيب شويه متقشرين برضو جاهزين للي عايز يعملها على العشاء مثلا. طبعا في اطفال صغيرين وكده يا جماعه، فعشان كده احنا بنعمل ايه، بنعمل حسابهم يعني في الاكل. حتى لو انت مثلا بتاكلي اكل صحي او كده، نحاول تاكلوهم اكل صحي، بس هما برضو بيشتاقوا مثلا لايه، لبطاطايه محمره، بيتزا، مش عارف، مخبوزات، سندوتشات، شاورما. فمعلش برضو ايه، احنا بنراعي ولادنا في النقطه دي. طبعا بعد ما اقشرها واقطعها، هشطفها بقى شطفه كويسه جدا جدا تحت الميه الجاريه، وكده خلاص. هقطع بس معاكم البطاطس واكمل عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا بقى يوم الاجازه ده بقى اشتغلته بمزاج وروقان بفضل الله، الحمد لله. لاني كنت فرحانه جدا وانا مشغله كده القران الكريم جنبي وقاعده اسمعه. واذاعه القران الكريم اصلا طقوسها كده وبرامجها بترجعك لزمن حلو وتعيشك كده اجواء حلوه. فطبعا ايه، حضرت بقى الحاجة كلها، وبدأت ان انا ادخل على المطبخ. المطبخ بصراحة ما كانش كويس خالص، كان مقلوب. فانا معرفش اقف في المطبخ وهو مقلوب بالشكل ده. انا زي ما قلت لكم قبل كده، اوقات بضطر ان انا اقف فيه وهو مليان مواعين، والبوتاجاز مش نظيف والدنيا مش نظيفة، واضطر اعمل اكل. ليه؟ لان ظروف شغلي بتضطرني ان انا ارجع متأخر، فالولاد جعانين، فلازم ان انا اخلص نفسي ان انا اعمل الايه، اعمل الشغل البيت بسرعة بسرعة بسرعة.
وقلت افرح نفسي بقى، وما كانش قدامي فرصة لتجديدات رمضان وتجهيزات رمضان غير الترابيزة. انا جايبة للرخامات وجايبة للحيطان وجايبة كل حاجة زي ما وريتها لكم في المشتريات قبل كده، واللهم بلغنا رمضان. بس انا كان وقتي ضيق، فقلت اعمل الترابيزة معاكم كده واعملها. شايفين منظرها طبعا بعد ما شلت الستيكر مش حلو خالص، لكن هي مهمة جدا 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 عندي في المطبخ بصراحة. يعني هي بحط عليها الحاجة، بصور عليها ساعات، بقدم عليها الأكل، بصراحة بتبقى جميلة جدا. فقلت انا لقيت ده شكله خشبي كده رغم ان هو مش بني، بس شكله خشبي. ففي رسمة الخشب، فقلت ده اللي هحطه على الترابيزة وعلى الرخامات. وبرضو الفريزر بعد ما اغسله واوضبه كده ان شاء الله، وافضي شوية التلج اللي فيه قبل رمضان ان شاء الله، برضو هغلفه كده عشان يبقى شكله حلو. نصيحة مني يا جماعة، لو عندك حاجات شكلها قديم، ابدأي ان انت جدديها وغلفيها، هتلاقيها معاكي زي الفل. شايفين المنظر فرق ازاي؟ المنظر بصراحة يا جماعة تحفة تحفة تحفة، وفتح نفسي كده على الشغل. الحمد لله اكتر من راضي وفتح نفسي. هنا بقى طلعت اللحمة. هتقولي لي بقى هو على طول لحمة؟ لا، بصوا، اولا ما عادش حاجة فارقة. يعني ما عاد، والله ما عاد حاجة فارقة. يعني انا مثلا لو عملت كيلو لحمة، الكيلو لحمة ده انا بجيبه ملبس وبجيبه بلدي وبجيبه في عرض، فبيبقى ب290 جنيه، يعني 300 جنيه. طب انا لو جبت سمك، هجيب برضو سمك بالشوي بتاعه. الشوي عندنا يا جماعة الكيلو ب20 جنيه، وساعات 25، هيدخل في 300 جنيه الغدوة برضو. طيب لو انا جبت فراخ، برضو نفس الكلام، احنا هيكفينا مثلا فرخة ومعاها حاجات او كلام من ده، فرخة كبيرة او فرخة ونص لو وسط، اللهم بارك، فبرضو داخلين في 300 جنيه. فهي ما عادتش فارقة يا جماعة ان انتي تعملي لحمة من سمك من فراخ، ما عادتش فارقة ماديا. لكن النقطة اللي انا بقولها ان اللحمة احنا زهقنا من الفراخ. يعني انا بتاخر ساعات في الشغل، فعندنا محل تحت كده بتاع فراخ مشويات ومش عارفه فالولاد ساعات بيطلبوا، وساعات انا اجيب الطباق اللي انا بوريها لكم في الفيديوهات ديت واعملها برضو. فبتبقى يعني زهقنا فراخ، انا بستسهلها، اجيب طبق دبابيس، اجيب طبق وراك، اجيب طبق صدور، اجيب بانيه واعمله. فزهقنا فراخ بصراحه، فقلت نغير ونعمل لحمه. وزي ما قلت لكم ان انا نفسي كانت رايحه على صينيه بطاطس كده في الفرن وكوسه. فعملت بقى انا دلوقتي بقلي للكوسه، حطيت بصل على فلفل كان عندي من تتبيلات قبل كده، وحطيت عليه تومه، وحطيت عليه معلقه صلصه والبهارات، كزبره ناشفه وفلفل اسود وملح وكمون. وبدأت بقى اعمل الصلصة دي اللي انا مفرزاها من 3 شهور، اللي هي الفيديو الكبير بتاع المشتريات الكتيرة اللي انا كنت عارضاه عليه، كله 1500 جنيه مشتريات تكفيني الشهر كله وخزين رمضان كمان. دي لسه باقي منها، لسه باقي منها من الصلصة دي. فعملت بقى شايفين لونها وجمالها. وبعد ما عملتها كده بحط فيها الكوسة، لان الكوسة بحتاجها تستوي، يعني انا عايزاها تستوي قوي وتنزل ميتها كده، فبحطها من البداية بعد ما اعمل التسبيكة وازودها شوية مية. شوفوا الجمال بقى، شوفوا الجمال، المنظر ده، المنظر ده يا جماعة بكنوز الدنيا، والله العظيم بكنوز الدنيا. سيبكم من انه الراديو سعره او كلام من ده. جهزت بقى صينية البطاطس زي ما شفتوا كده، وانا بديكوا الفكرة، انتوا ستات بيوت شاطرين وامامير، بس انا برضو بفكركم بافكار وكلام من ده. والمبتدئين كمان حبايب قلبي. طبعا ماما زمان كانت اللحمة البيضة تحطها في الخضار، فانا بقى عملت زيها، حطيت في البطاطس وحطيت كمان في الكوسة اللحمة اللي هي البيضة، عشان تنزل لو فيها دهنة لو فيها حاجة تنزلها كده في الخضار ويبقى طعمه حلو. مش عايزه اقول لكم طعم الاكل كان عامل ازاي، والله العظيم يا جماعه. وبعدين انا ما طبختش بزيت ولا دهن ولا اي حاجه،
كله منه فيه كده، كله اللحمة منها فيها، وده اجمل حاجة في الموضوع. وتحسي ان رغم ان هي لحمة فيها ابيض بس مش تقيلة، خفيفة. شايفين بقى البطاطس اهيت والشوربة والكوسة. انا بقى دخلت بقى البطاطس في الفرن، وان شاء الله اطلعها دلوقتي هتشوفوها تاخد وش شوية كده بس. غرفت بقى الرز وعملت الشوربة. عايزة اقول لكم الشوربة نفسها طعمها كان خرافة بجد يا جماعة. ربنا يبارك لكم في اللمة والقعدة الدافية الحلوة، ويبلغنا رمضان واحنا في احسن صحة واحسن حال. وان شاء الله ان شاء الله في رمضان هعمل لكم فيديوهات حلوة، وقبله هعمل لكم تجهيزات حلوة جدا لرمضان. بدأناها اهو، شايفين الترابيزة القمر الجميلة، بدأنا نجهز اهوت ونعمل ايه تجهيزات المطبخ لرمضان. عملت بقى بقول لكم الاكله دي دفتنا جدا جدا. ده بقى شويه ايه، عظم وماسوره. مش عايزه اقول لكم شوربه المواسير بتبقى حلوه ازاي. والحاجات دي في الشتاء يا جماعه بتدفي وطبيعيه وجميله قوي قوي. طلعت البطاطس اهيت خدت وش شوايه، وغرفنا بقى والف هنا، وبحبكم جدا. وما تنسوش التعليقات واللايكات، بحبكم قوي، مع السلامه.